السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم احبائي في وصفه جديده من وصفات عسول. قبل ما نبداو ما ننساوش نصلوا على النبي عليه ازكى الصلاه والسلام، ونديروا جيم ونديروا ابوني وفعلوا الجرس ودعموا اخوتكم بنت بلادكم. اليوم جبت لكم طريقه تحضير كعكه اقتصاديه بمكونات بسيطه، ما كانش اسهل من هذه. نروحوا نبداو بالمقادير. طريقه التحضير راح نبداو الجينواز اللي فيها 3 حبات بيض، قرصه ملح ولافاني كما راكم تلاحظوا معايا، وكاس السكر. يعني جينواز اقتصادية جدا، يعني ما غاديش تلقاي احسن من هذه، يعني اقل من هذه في التكاليف صدقيني. ونوعدكم ان شاء الله باذن الله راح ندير لكم كعكة بدون بيض. نعم ان شاء الله في قريب العاجل راح ندير لكم واحدة بدون بيض، لانه البيض راه غالي كما راكم تعرفوا. نجيبوا نضربوا هذاك الكاس تاع السكر. تبعي معايا مليح المقادير، جيبي كاس كيما هذا اللي راهو عندي باش تنجح معاك الجينواز انتاعك. بعد ما نضربوا مليح السكر مع البيض ولافاني والملح حتى يذوب لنا السكر مليح ويتغير اللون تاع القوام، نروحوا نجيبوا كاس تاع الزيت الا ربع كاس الا ربع كما راكي تلاحظي معي، يعني حتى للخطوطه نتاع الكاس هذاك راهم الكيسان هذو متوفرين في المحلات. ما عليكم غير تجيبوا كاس كيما هذا وتخدموا هذا الكعكه. راني وازنه وعابره، يعني انتم ديروا فقط الكاس راح تنجح معكم. خلطي مليح كي شغل راكي تطلعي في المايونيز، زيدي الزيت بشويه وانتي تضربي كي شغل راه المايونيز يطلع كما راكي تلاحظي معي حبيبتي. هنا بعد ما خلطنا مليح المايونيز عفوا الزيت مع البيض، نروحو نجيبو كاس تاع حليب عادي كما راكم تلاحظوا معي، ونبداو نضيفو فيه ايضا ونخلطو بالباتر نتاعنا عادي. هنا الكاس ماشي شرط الحليب تضيفيه بشويه، تقدري تضيفيه مباشره حتى يدخل لنا الحليب مع باقي المكونات. ضربي قليلا ونروحو نحطو الخليط هذا بجهه ونجو نخدمو النواشف نتاعنا كما راك تلاحظي معي. هذه كعكه اقتصاديه ب3 حبات بيض، يعني جينواز اقتصادي بزاف، يعني ما راحش تلقى اقل منه. كما قلت لك نجيبو هنا 2 كؤوس تاع فرينه و3 مغارف صغار نتاع كاكاو، يعني حوالي ربع كاس كما راكي تلاحظي معي تاع كاكاو. كما راكي تشوفي كاكاو بني، جيبي نوعيه جيده باه يجيك المذاق تاع الكيكه تاعك جميل. نجيبو علبه خميره كيميائيه، رانا جبنا النواشف كامل ونروحو ونغربلوهم، لازم هنا نغربلوهم كما راك تلاحظي معي حبيباتي. خلطي جيدا هذو النواشف ونجيبو غربال ونبداو نزيدو فيهم. عفوا قبل ما نبداو نزيدو النواشف هذه للخليط تاعنا نروحو نجيبو ملعقه خل صغيره، خل ابيض مهم بدون مذاق، خل ابيض او عادي، يعني مهم يكونش فيه مذاق. الخل هنايا انا ديما نستعملها في الليبات نتاع اللي نخاف منهم اللي فيهم الخميره في الشتاء باش ما يطلعوش، نخاف منهم ديما في الشتاء نستعملوا الخل. نروحو نجيبو فرينه نتاعنا ونسيحوها كما راكي تلاحظي معي، يعني نصيروها ونضيفوها الى 3 دفعات الخليط تاعنا كما راكي تلاحظي معي، ونخلطو. هذه الدفعه الثالثه، الدفعه الاولى ونخلطو، وبعد الدفعه الثانيه ونخلطو، والدفعه الثالثه. انا راني درت 3 نتاع لي جينواز كيما هذو، درت هذه صورتها معاكم وخدمت 2 واحد اخرين. راح تشوفي معي الثالثه خدمتها فقط ب2 بيض، ما لحقنيش البيض، خدمتها ب2 بيضتين ونجحت معي، يعني خرجت ما شاء الله. ان شاء الله بربي راح ندير لكم كعكه بدون بيض، انتظروني في قريب العاجل وراح تكون كعكه اقتصاديه وناجحه وتحمر الوجه. هنايا راح نجيبو سنيوه نديرو فيها ورق الطهي وندهنو الجوانب تاع السنيوه تاعنا بالزبده باش ما يلصقش معنا من بعد كي نجو نقلهوه. كما راكي تلاحظي معي حاولي تمشي الخليط كامل في السنيوه تاعك بطريقه متساويه وتخبطيه على الرخامه تاعك حتى يخرجوا فقاعات الهوائيه، وديريه على 180 درجه مئويه في الفرن مدة 10 دقائق، يعني 10 دقائق شعلي له من الفوق ومن التحت مدة 10 دقائق، وجيبيه قلبيه في السنيوه كما راك تلاحظي. خليتها بردت، يعني راني ثم قلبتها ونجحت معايا، على خاطر راني باغي نطيب في السنيوه ونعاود نطيب فيها، على هذاك
قلبتها ثمثم، يعني ما خليتهاش تطول. نروحو نجيبو نحضرو كريم شانتي تاعنا، نجيبو كاس تاع حليب وكاس تاع بودرة الشانتي، خلطوهم مع بعض ونضربو مدة 10 دقائق بالباتور نتاعنا حتى تطلع كما راك تلاحظي معي اختي الكريمه. هنا بعد اللي طلعوا ويضاعف الحجم نتاعها ويتغير اللون نتاعها كما راك تلاحظي معي، نروحو نجيبو 2 ملاعق نتاع شوكولاته الطهي. يعني اذا ما عندها شوكولاته طلي عفوا، اذا ما عندك شوكولاته طلي تقدر ديري فقط عطر الشوكولاته او تضيفي شويه تاع شوكولا تذوبيها وتضيفيها لهم وتخلطي كما راكي تلاحظي معي. هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه. نروحو نجيبو السنيوه هذه الثالثه، يعني الاخيره اللي طيبتها قلت لكم بدون ببيضتين فقط. هذه الأخيرة طيبتها فقط ببيضتين، يعني تقدري تقولي راها قريب تكون مسكوتشو ماشي جينواز، لكنها خرجت معي روعة كما راك تلاحظي معي. أخواتي هذا الجينواز ما يجيش في المول الطويل، يعني يجي فقط في السنيوة. وحده تروح تجربه في المول الطويل تقول ما نجحش معايا، ولا أنا نقول لكم هذا يجي فقط في السنيوة. أنا هذه الثالثة، هذه السنيوة الثالثة خدمت منها زوج نتاع قلب كما راكي تشوفي. هذا القلب الأول، هذا الكعكه الاولى نتاع قلب، والشوائب اللي بقاو كما راكي شفتي ثاني كلميتهم وخدمت بهم كعكه اخرى. ندير معاكم فقط الكعكه الاولى كما راكم تلاحظوا معي. هنا في الساقي كي تولي تسقي فيها بالشربات حاولي ما تكثريش بزاف، كما نعرفوا الكعكه تاعنا راه ما فيهاش البيض بزاف، كون نكثروا الشربات راح ما عندناش بروتين، يعني ما عندناش بيض اللي يرفد لنا السوائل. بيض راهو كمية قليلة. نحاولوا نزينوها بهذيك البودرة كريم شانتي اللي رانا طلعناها مع بعضنا كما راك تلاحظي معي. نجيبوا هذاك السلك اي يعني ونحاولوا نزينوها في الجوانب. اما عندكش هذا المشطة تقدري تخدمي هذا الديكور بفرشيطة يعني عادي، ونجيبوا نديروا الديكور العادي هذا في الجوانب بالشوكولاتة. دوكا نعاودها معاكم في الكعكة الكبيرة. هذه كعكة الصغيرة قلت لك خدمت 2 صغار من السنيوة تاع 2 حبات بيض، والله لا 2 كعكات كيما راكي تشوفي ب2 حبات بيض. نزينو هنا التزيين يكون اختياري، يعني الكعكات صغار هذو راح يدو معاك نصف الكمية تاع بودرة شانتي، ما يدوش معاك بزاف. ونديروا لها شوكولاته. هنا نجو التزيين حاول تخليها تكون اقتصاديه لو ماكسيموم باش ما تاكليش بزاف في التزيين. جبت الملمع الغذائي هذاك الذهبي، زدت معاه 2 مغارف صغار تاع زيت ورشيته بطريقه عشوائيه كما راك تلاحظي عطاني هذا الشكل، ودرت له كريات فقط للتزيين. هذه هي الكعكه تاعنا اقتصاديه، هذه تقريبا تقدري تقولي بحبه بيض. نروحوا نحضروا الكريمه كريم باتيسير اللي راح نحشي بها الكعكه الكبيره نتاعنا باش تكون لي الكعكه الكبيره ايضا اقتصاديه، فما تديش معايا كريم شانتي بزاف. نجيبوا 3 كؤوس حليب نديروا معاهم 2 مغارف كبار معمرين زين مايزينا و2 مغارف تاع كاكاو و4 مغارف السكر كما راك تشوفي معي، ونخلطوا بارد في بارد. نعاود 3 كؤوس تاع حليب درت معاهم 4 مغارف يعني سكر و2 مغارف معمرين مليح مايزينا و2 مغارف كاكاو، ونطيبوها بطريقه العاديه حتى تثقل ونخلوها تبرد. بعد اللي تبرد نجيبو باتور نضربوها مليح، ومن بعد نضيفوا لها 2 مغارف كبار نتاع بودره الشونتي ونضربوا. هذه هي الكريمه اللي راح نخدم بها من الوسط، يعني ندير بها هذه الكعكه الكبيره. السنيوه نتاعنا راه فيها 30 سنتيم على 40 سنتيم. ان شاء الله بربي ما نكونش طولت عليكم الفيديو، ان شاء الله بربي ايضا نكون عطيتكم كامل المعلومات باش تنجح معاكم كما راكي تلاحظي معي. هنايا قطعت الجوانب وغلفتها بكريمه بودره كريم شانتي اللي رانا خدمناها، وزينتها نفس الطريقه اللي زينت بها كيكه القلب، يعني بنفس الطريقه باش تكون اقتصاديه لو ماكسيموم. هذه الكيكه الكبيره راهي دايرنا 6 حبات بيض، يعني السنيوه الاولى 30 على 40 فيها 3 حبات، السنيوه الزوجه فيها 3 حبات بيض. اما الكيكه الصغيره قلت لك خدمتها تاع القلب هذيك خدمتها في سنيوه واحده فقط ب2 بيضات. ما صورتش كي خدمتها فقط ما لحقنيش البيض، قلت نسي اذا جات صح ما جاتش
خلاص لكنها خرجت وجات ما شاء الله تقريبا نفس طريقة التزيين. نرشو بطريقة عشوائية هذاك الخليط تاعنا. الملمع الذهبي كما راكي تلاحظي معي درتو مع الزيت اعطالو شكل رائع. بمكونات اقتصادية خرجت 3 كعكات يعني زوج صغار، وهذه الكبيرة فيها 40 على 60 سنتيمتر. ان شاء الله بربي يكون الفيديو واضح، والمكونات راح تلقاهم في صندوق الوصف. اذا عجبكم الفيديو ما عليكم غير ديروا لي جيم، ديروا لي ابوني، ومع السلامة في حلقة جديدة من حلقات عسولة. الى اللقاء.